أجمل هدف في البطولة طلع تسلل، هدف ميدو جابر فرحنا 3 ثواني وزعلنا تاني. مباراة سيئة فيها بطء وحذر غير مبرر، مفيش خلق فرص، وإن جات مصر سواء كان مصطفى سعد أو إسلام عيسى مش في مستواهم. نص ملعب منتخب هو سبب المشاكل. لو نشوف كده في الدقيقة 64 هنشوف شكل الملعب والنني فين مكانه وعمرو السولية فين مكانه، لا تمركز ولا أدوار. نص ملعب فيه حاجة غلط. غنام محمد بيلعب لوحده حواليه مساحات بالجملة، والسولية بره الخدمة تماما، ولا بينقل كورة ولا بيقطع كورة ولا بيطور لعب، بالإضافة لأن النني كان بيلمس كورة بس. لما نزل أكرم توفيق في نص الملعب شكل الفرقة اختلف، وبدأنا نحس ونشوف نقل للكورة وترحيل للعب لليمين وللشمال وتحولات وقطع. لعيب لازم يفضل في نص الملعب، ما ينفعش يلعب تاني باك. كورة كانت عرضية لمنتخب مصر اتقلبت هجمة مرتدة. نقف هنا هنلاقي 4 لعيبة من مصر و3 لعيبة من الإمارات. أكرم توفيق ما ضغطش، وغنام محمد دخل لجوه وبعدين جري لبره، والوحيد اللي كان شايف الملعب كله إسلام عيسى لا ضغط على كايو اللي هيدخل جون، ولا غنام رحل عشان يقفل الزاوية. كورة كروس في المنطقة الفاضية من أكرم توفيق لكريم العراقي، نموذج في المساحة الفاضية. أنا عايزك بقى هنا تقف وتشوف تحرك مروان ورا السيرد باك اللي سحبه حسام حسن، والتوقيت الرائع جون. لسه في أمل مع آخر صفارة في آخر مباراة في المجموعة الملعبكة دي. لو المنتخب عايز يوصل للدور الجاي، قرار بأمر الله طبعا، ولكن في أقدام وعقول وروح اللعيبة والجهاز الفني.